مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض تكمله كده لحلويات مولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وهو النهارده الملبن الملون. طبعا بقى شايفين الجمال والروعه، وحاجه كده بجد تحفه يا جماعه، وبامكانيات بسيطه خالص واقتصاديه، وهنعمله سهل خالص، مش هياخد مننا وقت، وهنطلع معانا النتيجة الجميلة المبهرة، النتيجة التحفة اللي قدامكم ديت. طبعا احنا عارفين ان الملبن بتاع اللي فيه المكسرات ده بيبقى من الحلويات الجميلة. وان شاء الله هنعمل معاكم برضو القشطة، يعني كده هنكمل معاكم سلسلة من او هنعمل تكملة لحلويات المولد. عايزين بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اكسروا بالصلاه على النبي كده في الشهر المبارك بتاعه ده، فصلوا عليه كده واستغفروا ربنا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا كده يهدي سركم ويصلح لكم حالكم ويصلح ما بين ايديكم يا رب. وتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. طبعا بقى معايا طاسة كبيرة تكون واسعة، وحطيت فيها كوباية ونص من السكر، نزلت عليهم بكوباية من المية. كوبايه ونص من الميه، انا حطيت كوبايه ونص من السكر، حطيت عليها كوبايه ونص من الميه. اخدهم بقى على النار. اول ما النار بتاعتنا، اول ما السكر بتاعنا يغلي هنكون مدوبين. ده بقى ما كانش عندي عسل كلوكوز، حطيت ده شربات او سيرب من اللي هو بتاع الكنافه. حطيت نص كوبايه، ومعايا نص كوبايه نشا، دوبتها في نص كوباية مية، يعني كوباية نشا دوبتها في نص كوباية مية. وأول ما السكر بتاعنا غلي وبدأ كده يدوب، نزلت بعصرة من الليمون وهديله تقليبة كده بسيطة. طبعا النشا بقى مجهزاه معايا اهوت، وايد تقلب بسرعه والايد التانية تنزل النشا، علشان طبعا النشا ما بتكتلش معانا. يعني ايد تكون سريعه على طول، خلي ايدك سريعه وانتي بتنزلي النشا. وطبعا الحاجات دي كلها على نار هاديه، انا مهديه النار. طبعا اللي وصل لحد كده يا جماعه متبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه وفعل جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي. متبخلوش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم الحلوه. عايزاكم كده تكتبوا لي في الكومنتات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا عليه كتير يا جماعه. وعايزه كده الكومنتات كلها تكون الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا بقى انا نزلت كده بالنشا، وتنتني ايد على طول على عامله بالسريع لحد ما اتشكلت معايا كده وبقت عامله زي المهلبيه. بعد كده بقى انا مجهزه معايا معلقتين كبار من الجيلاتين اهوت، هنزل عليهم بقى بشويه ميه دافيين وهدوبهم. وطبعا الملبن بتاعنا على النار زي ما هو، وحطها يعني موطيه عليه النار. هدوب بقى الجيلاتين وهنزل على طول برضو على الملبن بتاعنا، وهقلب على طول بسرعة. طبعا هو يفك معانا كده، فما تقلقيش، هيرجع برضو تاني يجمد تاني بعد ما ياخد غلوة كده ولا اتنين، هيرجع يجمد معانا تاني ويتقل معانا. بعد كده بقى معايا لون اللي هو لون الطعام، معايا لون بودرة. لو انت عندك بقى من لون الطعام اللي هو السايل حطي عادي. انا بقى كان عندي بودرة فدوبتها كده في معلقتين من المية، ونزلت بقى على طول، ونزلت بكيس فانيليا. هقلب بقى الخليط كله مع بعضه كده. ومعايا بقى السوداني بتاعي جاهز. يعني زي ما قلت لكم طريقتها سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه، وهتعملي كميه كبيره من كوبايه ونص سكر، هتعملي كميه كبيره هتفرحي بقى اولادك وتبسطيهم، وحاجه كده نظيفه انت اللي عاملاها على ايدك. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب. طبعا هنتنينا بقى نقلب فيها كده على نار هاديه، ونسيبه خالص لحد ما يتقل معانا تاني ويدينا قوام كده تقيل. ونزلت بقى بالسوداني بتاعي اهوت، وبرضو هفضل برضو سايبها على النار شويه لحد ما يتقل معايا، واحس كده ان هو تقل وبقى عامل زي المهلبيه او زي الجيلي كده تقيل.
طبعا بقى محضرة بقى معايا علبة فيها كيس بلاستيك ودهناه بالزيت، وهصبه فيه بقى وهسيبه للصبح. وطبعا انتوا شفتوا بقى في اول الفيديو الجمال والروعة والحاجات والملبن الجميل. طبعا ملبن تحفة وجميل، وزي اللي بنشتريه بالظبط زي بتاع المصانع، مطاط كده وبيتمط معانا ورهيب يا جماعة. طبعا انا زي ما قلت لكم بقى انا مجهزة علبة فيها كيس بلاستيك ودهنها بالزيت، وحطيتها بقى كده وصبيت فيها الملبن بتاعنا الجميل ده. وطبعا هتسيبيه بره كده على الرخامة، او عايزة تدخليه التلاجة عادي سيبيه بقى للصبح، واوريكم بقى الجمال والروعة والنتيجة التحفة بجد يا جماعة. تحفة تحفة تحفة. شايفين ده بقى تاني يوم. انا طبعا حطيته بقى في التلاجة اما برد كده، رحت حطاه في التلاجة لتاني يوم الصبح. ودلوقتي بقى هخرطه معاكم وهوريكم بقى الجمال والتحفة. انا طبعا زي ما قلت لكم انا بصور بايد، وبالايد التانية بشتغل بيها. دلوقتي بقى كده خلاص انا قلبت اهوت، هقطع بقى. شايفين بقى الجمال والروعة بجد يا جماعة تحفة، وماسك نفسه كده ويعني عايزة اقول لكم ان هو مطاط كده وحلو وحاجة تحفة. اتمنى لو عجبكم الفيديو متبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.